بص يا صاحبي، قبل ما نغوص في تفاصيل كل ميناء لوحده لازم نفهم الأول إحنا بنتكلم عن إيه بالظبط. مصر مش عندها ميناء ولا اتنين، لأ، إحنا قدام شبكة كاملة ماشية على طول البحر الأحمر، من أول خليج السويس لحد حدود مصر الجنوبية. الشبكة دي مش مجموعة نقط على الخريطة، دي خط حياة بيخدم تجارة وسياحة وربط عربي وأمن قومي، وكل ده في منظومة واحدة. خليني أقولك المواني دي ماشية إزاي، بالترتيب من فوق لتحت: السخنة، السويس، الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، سفاجة، القصير، مرسى علم، الشلاتين، حلايب، رأس بناس، مرسى حميرة، برنيس. وبعدين نطلع شمال سيناء وجنوبها: نويبع، طابة، شرم الشيخ. الحتة اللي لازم تبقى واضحة إن مش كل المواني شبه بعض، كل ميناء معمول له وظيفة محددة حسب موقعه وقدرته. يعني مثلا في مواني كل شغلها تجارة ونقل بضايع، ومواني تانية معمولة للسياحة والكروز واليخوت، وفي مواني دورها الأساسي ربط مصر بدول تانية زي الأردن والسعودية، وفي مواني ليها أهمية استراتيجية بسبب موقعها في البحر الأحمر. الفكرة كلها إنك ما تبصش لكل ميناء لوحده، إنت لازم تبص للشبكة كلها كمنظومة واحدة، شبكة بتكمل بعضها، وكل نقطة فيها بتأثر على التانية. وده اللي هنفصله بقية الحلقة: إيه وظيفة كل ميناء؟ إيه اللي اتطور فيه؟ وإزاي المواني دي مع بعض بتغير شكل التجارة والملاحة عندنا؟